يسعد لي مساكم يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح اعملكم كريمة بس بطريقة تانية، يعني غير اللي عملتها انا. اول شي هون عندي 7 بيضات، وهون عندي كاسة سكر ونص كاسة حليب وكاسة نشا صغير، يعني معلقتين ونص تقريبا. وبدي احط فانيلا معلقة كبيرة. طبعا انتم ما في داعي تكبوا الصفار، يعني انا اليوم راح اعملكم اياها ان شاء الله بطريقة ناجحة وبالصفار وبالبياض. وهلا حطينا 7 بيضات، بنحط النشا عليهم بسم الله، بنحط السكر، وطبعا انا حطيت الفانيلا، بنحط الحليب، وهلا بنتكل على الله. بدنا نشغل. انتوا اذا عندكم خلاط اسرع من الماكينة، تقريبا هن بدهم ربع ساعة 10 دقايق. ما شاء الله، شوفوا لي على الكريمة صارت تقريبا مثل الجاهز، بس لسه بدي اخليها كمان شوي. هلا الكريمة ما نجحت معي، مو بنكبها لا يا حلوين. هلا انا راح اعملكم اياها انه مد الكريمة واطيب من الكريمة نفسها، بس تطلع من الفرن ان شاء الله مثل البسبوسة ومثل ام علي. بس الفرق بينها وبين ام علي الكويتية انه بنحط لها عجين حلو عربي او سمون او اي شيء، يعني انتم فيكم تخترعوا اللي بدكم اياه، وفوقها بتزينوها في كريمة، بتعبوها كريمة وبتجتوها بالفرن، يعني مثل هاي اللي انا حاعملها هلا. بس الفرق انه انا ما بدي اياها ام علي، وما حاطط فيها شيء غير الكريمة، بتطلع مثل الكيك ومثل البسبوسة ومثل الهريسة واطيب ان شاء الله. وترقبوا ان شاء الله الفيديو الجديد السبت الجاي، مو هاد طبعا الجاي، الهريسة الشامية على أصولها بإذن الله. وهاي مد حلو الكريمة، هلا طلعتها، شوفوا لي شلون ما شاء الله. طبعا هيك لسه مالي مزينة. جمعة مباركة يا غوالي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هيك مد الكريمة صار عندي جاهز. اعطوني رأيكم في التعليقات، وبتمنى من كل حبايب قلبي اللي مو مشتركين في القناة اللي عم يتابعوني، تحياتي إلهم، ولأهلي بالعراق، ولأهلي بسوريا، ولأهلي بمصر، ولأهلي بالخليج، ولأهلي بفلسطين، ولأهلي بالعالم العربي كله. بتمنى كلهم يشتركوا بالقناة، وكلهم يتابعوا الفيديوهات للأخير ويعطوني رأيهم. وبتمنى كلهم أهم شي يفعلوا زر الجرس كي يصلهم كل جديد. وشكرا.